السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج نسر الأهلي. النهاردة هنعرض مشكلة كده صغيرة مع بعضينا. هنتكلم فيها عن نادي الزمالك وعم شكشك. قبل ما نبدأ بس في موضوعنا، يا ريت اللايك والسبسكرايب عشان نوصل لأكبر عدد من الأهلاوية ممكن. في البداية بنصلي ونسلم على سيدنا النبي زي ما اتعودنا في كل مرة، وبنشكر كل حبايبي واخواتي اللي بيعلقوا لي وبيعملوا كومنتس كويس جدا. انزوما، دودو ورينو وتوتو، الناس الجميلة دي كلها على دماغي طبعا من فوق. يلا بينا نخش في حلقتنا مع بعض. بص يا عم شكشك، صلي على النبي. في البدايه كده، جمهور الاهلي لما بيغضب على حد بيكرهه في نفسه. انا معاك ان انت عامل ارقام كويسه جدا وجدا جدا جدا مع نادي الزمالك، وعامل حاجات جميله قوي، تمام. بس ما تطلعش تقول لي مثلا ان البطوله بتاعت الزمالك بخمس بطولات من بتوع الاهلي. يعني انت مثلا هم مفهمينك وحاسبين من 2015 2020، يعني كل البطولات ديت قد البطوله بس بتاعت الدوري 2015. طب على فكره بطوله الدوري 2015 دي انت هربت منها اصلا. طب انت كنت تعرف فيها؟ لا. طب انت شفت اصلا البطوله؟ لا. طب انت بتتكلم على ايه بقى؟ فهمني طيب. يعني انت لما تيجي مثلا تتكلم في موضوع يبقى انت البطل بتاعه. يعني مثلا تقول لي ايه بطولات الاهلي كلها مثلا الحكام بتساعدها. يا عم طب انت الحكام بتساعدها، طب انت الحكام ما ساعدتكش في ماتش الرجاء؟ يعني احنا مش لازم نتكلم بقى في المواضيع ديت، خليك اكبر من كده. يعني انت ارقامك كويسه مع نادي الزمالك. السنه دي خسرت مره وتعادلت مره، تمام. وارقامك كويسه جدا مع نادي الزمالك، لعبت خمس مباريات. يعني خليك كده اتكلم في الكوره، مالكش دعوه باي حاجه تانية. يعني تعال اتفرج كده مثلا على مدربين. بلاش يا عم في مصر، هنتكلم مثلا مدرب زي يورجن كلوب. لما بيخسر ماتش ما بيقولكش الحكم ظلمنا. ما فيش حد في الدنيا بيتكلم عن الحكام اللي ظلموه الا الناس اللي هم مفهمينك ان هم الحكام ظالمينهم، تمام. ممكن تكون حركه ذكيه منك عشان انت ما تتروقش النهارده زي كابتن ايمن يونس لما تروق. يعني هي ممكن تكون حركه لئيمه منك ان انت طلعت بالتصريح دوت عشان ما يمسككش يضربوك. بس انت برضو ناسي ان انت يعني ما تصليش الجمعه برضو. يعني كده او كده محدش هيطولك يا بابا. يعني خليك دايما اتكلم في الكوره، تمام. كابتن ايمن يونس للاسف النهارده في ناس عدتوا عليه وضربوه ضرب وحش. يعني حاجه ما تليقش بنادي الزمالك. بس اشمعنى في التوقيت ده بالذات؟ انا اسف يعني مش قصدي تريقه والله، بس اشمعنى في التوقيت ده؟ آه قبل ما ينضرب بيوم، في ناس طلعت تصريح ان كابتن ايمن يونس بيفكر يبيع ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد. طبعا ده يعني بص، قرار وحش جدا. ما ينفعش ان واحد لسه ماسك نادي الزمالك وعارف ان جماهير نادي الزمالك بتحب الثلاث لعيبه دول وهم اعلى ثلاث لعيبه في نادي الزمالك. انا معاك. ده لو هيعمل جمعيه ويدي لهم مرتباتهم مش هيقول اللي هو قاله دوت. يعني هو ما قالش اصلا الكلام دوت، الاشاعه دي طلعت عليه علشان الجماهير او ناس معينه من الجماهير لما تضربه يبرروا له، يقولوا ان هو كان جاي يهدم نادي الزمالك. طب يا عم ده واحد يعني تعبان قوي ومالوش في الكوره، عمره ما هيقول حاجه زي كده. لان هو المفروض يجي جاي عشان ينجح نفسه. ايا كان بقى الوساوس اللي في دماغكم دي حاجه تانية، بس هو للامانه الراجل او اي حد في الدنيا، يعني اي حد في الدنيا جاي ينجح نفسه، تمام. مش هيجي طبعا على اهم ثلاث لعيبه في الفريق ويمشيهم او يقول لك مثلا المرتبات بتاعتهم كتير وانا همشيهم او كده. يعني هو نادي الزمالك كده او كده في اتنين منهم ما بيدفع لهمش هو المرتبات. يعني مرتبات رجل اعمال معين بيدفع لهم المرتب بتاعه، مش نادي الزمالك اللي بيدفع المرتبات بتاعتهم. احنا عارفين طبعا القصه كلها. فما ينفعش مدرب او رئيس مجلس اداره او لجنه كوره او حتى مين بالذي يجي النهارده يقول انا هنبيع الثلاث لعيبه دول من نادي الزمالك. ما ينفعش، لان الثلاث لعيبه دول بالنسبه لجماهير نادي الزمالك خط احمر، تمام. مين بقى في مصلحته تحصل البلبله ديت مع كابتن ايمن يونس؟ الناس اللي بتصمم. انا مش عايز اقول اسامي يعني واوضح في الكلام اكتر من كده، بس هي الناس ديت عايزه تبين ان ايه، ان في مثل كده بيقول لك ما تعرفش قيمه امك غير لما تشوف مرات ابوك. يعني بيبين لك ان هو اللي كان شايل نادي الزمالك على كتفه. وعلى فكره يعني الناس اللي ماشيين وراه المفروض يرجعوه لكده، لان كده هيدمر نادي الزمالك. لانه هو كده اصلا مش هيرجع تاني. يعني عامه هو خلاص هو عهده انتهى بالزمالك. المفروض يعني انا كنت شايف مثلا في فتره من الفترات ان ما ينفعش مثلا هاني العتالي يرجع. هاني العتالي انا اسف انا مع حفظ الالقاب، ما ينفعش يرجع.
لان هيبقى في تصفيه حسابات يا جماعه. المفروض الناس دي كلها تمشي، كل التيم ده يتغير، كل الناس اللي موجوده في الزمالك وكانت موجوده في الزمالك لازم تمشي. الناس دي كلها لازم تمشي، لازم ناس جديده، طقم جديد. نادي الزمالك فيه كوادر بالهبل، كوادر بالهبل. نرجع لموضوعنا تاني بقى لعم شكشك. عم شكشك انت هربت من نادي الزمالك 2014 2015 تمام. نتائجك كانت كويسه مع نادي الزمالك، ما خسرتش او خسرت ماتش، هربان في النهايه. بس كان وشك وحش عليهم. يعني انت مشيت من هنا، فيريرا جاء خد الدوري من هنا. يعني بص كابتن فيريرا لما نيجي يتكلم، راجل اخد دوري وكاس، لما نيجي يتكلم يقول لك مفيش حد في مصر بيفهم كوره، لا تضرب له تعظيم سلام على طول. اولا ما كانش معاه اللعيبه اللي موجوده معاك دلوقتي. يعني نادي الزمالك للامانه معاه لعيبه تقيله قوي في كل مركز. نادي الزمالك لو جبت لهم كابتن رضا عبد العال مش هيفلت بطوله، يعني هياخد كل البطولات للامانه. يعني باتشيكو محظوظ قوي ان هو معاه تيم لنادي الزمالك. انا شايف من وجهه نظري مش هيتعوض تاني، لعيبه تقيله قوي. عنده لعيب في كل مكان. يعني عدى مرحله ال7/10 ما شاء الله في كل مكان، في كل مكان للامانه. انت يا كابتن باتشيكو النهارده خسرت البطوله، ما تطلعش تتحجج بقى بالحكام وتقول الزمالك كان احق من النادي الاهلي فيها. طب احق باماره ايه؟ يعني احنا هنتكلم معاك فني، انت راجل فني، انا هنتكلم معاك فنيا. اولا النادي الاهلي ونادي الزمالك لعب كل فريق منهم 13 مباراه في افريقيا 2020 بقى. تعال بقى نتكلموا بقى في الارقام. تمام. فكك مثلا من النادي الاهلي ان كانت مباراته صعبه، ومباراه الهلال في السودان كانت اصعب ما يمكن، وكان حصل مجزره، وان الماتش ده يطلع بفوز نادي الاهلي دي كانت كارثه في حد ذاتها اصلا هناك في السودان، وكان في تهديدات وقتل وذبح وكان وقصص كتير قوي. تمام. زائد ان النادي الاهلي طلع نادي صن داونز اللي طلعهم البطوله بفضيحه، معلش. بس نادي الاهلي مؤسسه، نادي الاهلي قدر يرجع بسرعه. تمام. تعال نبص بقى على الارقام. نادي الاهلي لعب 13 مباراه ونادي الزمالك لعب 13 مباراه. فاز نادي الاهلي 9 مباريات من 13، وفاز نادي الزمالك 6. تعادل نادي الاهلي 3 مباريات وتعادل نادي الزمالك 3 مباريات. النادي الاهلي اتغلب مره واحده ونادي الزمالك خسر 4. نادي الاهلي حط 23 جول ونادي الزمالك حط 15 جول، نص تقريبا. نادي الاهلي دخل فيه اهداف 7، نادي الزمالك 11. فرق الاهداف في نادي الاهلي 16 ونادي الزمالك 4. نادي الاهلي عنده 30 نقطه، نادي الزمالك 21 نقطه. قول لي بقى يعني ايه نادي الزمالك كان احق بالبطوله؟ دي الارقام بقى، ودي اللي انا بنقول لك فريق فايز 9 مباريات وانت فايز 6 بفرق الاهداف. نادي الاهلي حاطط 23 جول وانت حاطط 15، يعني اقوى خط هجوم. بغض النظر احنا عندنا مين في الهجوم، بس ده اللي موجود ودي الارقام ودي الاهداف اللي اتجابت 23 هدف، في ظل ان انت بتملك زي ما قلنا احسن خط هجوم في الدوري المصري كحرفنه. مش ارقام نادي الاهلي برضو معدي. يعني انت لما تيجي تقارن ان عندك مصطفى محمد ما شاء الله عليه، وتحتيه بن شرقي وساسي ونجم، دول كفايه. نادي الاهلي المهاجمين اللي عنده اللي هم مش موفقين، اتفقوا مع بعض هم مش موفقين، جايب 23 جول في وقت ما انت عندك الناس دي جايب 15 جول في افريقيا. بنتكلم في ايه؟ دخل في مرماكم 11، دخل عندنا 7. اقوى خط دفاع، وكنتوا بتقولوا ابو جبل احسن من الشناوي بس ياخد فرصه طب ما هو الارقام اهي 7/11. زائد ان الاثنين كانوا في مباراه القمه، كان في اللي هي بتاعت نهائي دوري الابطال دي، كان في كوره جات لكابتن محمد الشناوي ما تطلعش، للامانه ما تطلعش. الهدف ما يسالش عليه اولا. الهدف الاول لنادي الاهلي بتاع عمرو السوليه 50% 60% يتسال علي ابو جبل. الجول محطوط من ال6 يارده، السوليه طلع ال6 يارده وحطها بهده في ال6 يارده، زائد انها خبطت فيه ودخلت. هو واقف على خط الجول، مفيش حارس مرمى في مصر بيقف على خط الجول الوقفه اللي كان واقفها دي، يمكن غلطه. بس لما نيجي نشوفه بقى الارقام في دوري الابطال، لا الاهلي معدي بكتير.
خلي كلامك منطقي يا عم شكشك. ما ينفعش يا عم شكشك كل شويه تطلع تسير الجمهور ضدك. جمهور الاهلي ما بيرحمش حد. ما تطلعش تسير الجماهير ضدك، خليك في ناديك. ما تطلعش تتكلم عن الحكام. انت اكتر حكم مستفيد منه هو الحكم مصطفى غربال. كان في كوره للترجي رايح انفراد بيها، جاباسكي طلع من المرمى بتاعه، طلع بره ال 18، راح جاي مطلعها بايده، والحكم مصطفى غربال ما شافهاش. طبعا في ناس طالعه اليومين دول برضه تتحنكر وتتكلم على الكوره بتاعت ايمن اشرف وبن شرقي، وبيقارنوها بكوره كريستيانو. يا جماعه، ايد كريستيانو هو اللي على الشمال. ايد كريستيانو هي اللي في ايد المدافع، مش ايد المدافع هي اللي في ايد كريستيانو. دي فرق يعني، ايد ماسكه ايد. لكن في الكوره بتاعت ايمن اشرف وبن شرقي، بن شرقي اللي ماسك ايد ايمن اشرف. في اختلاف يا بني ادمين، في اختلاف يا الناس يا اللي بتفهم، في اختلاف يا ناس يا محترمه بين مهاجم ايده هي اللي رايحه للمدافع، وفي فرق بين مدافع ايده رايحه هي للمهاجم عشان تمسكها. كرة كريستيانو ضربة جزاء لانه هو اللي ماسك ايده وسحبها، لكن بن شرقي هو اللي ماسك ايد ايمن اشرف وسحبها. ده بن شرقي نفسه ما اعترضش في الكوره، يعني بن شرقي نفسه في الكوره بتاعت ايمن اشرف دي ما اعترضش. بص يا عم شكشك، الماتش الثاني بتاع الرجاء اللي هناك 2 بلا واضحين جدا، واضحين جدا، وكل الناس اتكلمت عليهم، ما اتكلمناش فيهم وعادي. الحكم ظلمك في ايه في النهائي؟ عايز افهم يعني ظلمك في ايه؟ وحتى لو ظلمك يا عم الحاج، معلش، ما ينفعش تطلع تتكلم على الحكم اصلا. يعني انت طالع في الوقت ده بالذات تثير الفتن. وكابتن خالد الغندور في الوقت اللي احنا بنتكلموا فيه لا للتعصب ولا برضه كل سنه حضراتكم طيبين. ده ميعاد، لو انتوا رجاله العبوا في السويس، لو انتوا رجاله العبوا في الاسماعيليه، لو انتوا رجاله روحوا بورسعيد. يا جماعه يا عمي يا ابويا، يعني ما ينفعش اللي انت بتقوله ده في الوقت ده بالذات. يعني احنا بنتكلموا على لا التعصب، انت طالع بتتكلم يلا على التعصب، يلا على الجنايه، عايز تشوف جريمه. ما هي دي مواسم يا جماعه. بدايه الدوري في الاول خالص، اول الدوري ما يبدا، لو انتوا رجاله روحوا السويس، لو انتوا رجاله روحوا الاسماعيليه، لو انتوا رجاله روحوا المحله. هوب تك تك تك، الدور الاول يعدي يلاقوا الاهلي ايه؟ كسب. كل سنه حضراتكم طيبين برضو كالعاده. يخش عليهم الايه؟ الموسم الثاني بيكسبوا الحكام. في اخر الدوري كل عام وحضراتكم بخير بقى النهايه 12 حلال احسن من 42. طب يا عمي احنا دلوقتي بنتكلم عن 43 بقى، 43 دوري. يعني هتفضل طول عمرك عايش في ال 12 حلال بتوعك دول لحد امتى؟ ده انت في الدوري الوحيد اللي كنت فارق عننا ب 14 بونت احنا جبناك وخدنا الدوري منك. الدوري اللي قبل مش اللي فات دوت على طول، لا اللي قبل منه احنا واخدينه منك. النهارده طبعا كان في لقاء تلفزيوني علي معلول مع الست الفاضله اختنا كلنا منى الشاذلي، كان بيتكلم فيها عن ان الجمله بتاعه الجمله اللي هو القاضيه ديت، الجمله ديت هم متدربين عليها. لا يا جماعه بصوا، الجمله دي هي بالكربون هدف الصفاقسي، والله العظيم بالكربون. بس الفرق بين اللي دي شمال ودي يمين. برضو الكوره راحت من شادي محمد لفلافيو تقريبا او عماد متعب لابو تريكه ديبو. اختلاف الاماكن، انا بنتكلم على التكتيكس نفسه والتكتيك نفسه. 3 لمسات في الجون ده عندنا في نادي الاهلي. يعني دي خلاص بقى من صغرنا والناس الكبيره خلاص اتعودنا عليها. الكوره الطويله دي جون. انا عايز اشوفك بقى يا كابتن باتشي. اولا باتريس كارتيرون كان عامل فريق خرافي، فريق بيلعب بمزاج. انت بتأيد اللعيبه قوي زياده عن اللزوم، يعني تحس ان انت عليك فلوس وانت بتلعب كده، يعني ما تجريش لا طب سيب اللعيبه دي تاخد راحتها كده. يا جماعه مشوا المدرب ده بالامانه والله، وسيبوا الفريق ده من غير مدرب واتفرجوا على النتائج. المدرب ده بيقتل اللعيبه. لعيبه الزمالك كلها مهاريه. يجي جاي عم شكشك ده يقول له لا انت تجري وتعمل وترجع تدافع وما تزودش وما تزيدش وما تروحش وما تجيش. احنا كنا بنشوفه طارق حامد مع كارتيرون بيوصل لمناطق الجزاء بتاعت الخصم، كان عامل فريق لياقه بدنيه جامده جدا. انا يمكن في الحلقه اللي اتكلمت فيها عن تشكيل دوري الابطال والتشكيل الافضل لدوري الابطال قلت فيها ان اللي هيفوز في مباراه الاهلي والزمالك هي اللياقه البدنيه، وده فعلا اللي احنا شفناه. لياقه بدنيه هي اللي خلت الماتش كده، هي اللي كسبت نادي الاهلي. نادي الزمالك جاء للدقيقه 80 وقع بدنيا، وقع بيهاجم، وقع بدنيا.
باتشيكو بيلعب بخطه 4-2-3-1 وقتل اللعيبه بقى. يعني اللعيب ما بقاش في نفس اصلا يجري، اللعيب خلاص انضغط. موسيماني ضحك عليه، لغه الكوره كده ضحك عليه. هو باتشيكو كان متعود دايما ان الكوره تتنقل من 1-2-3-4 اللي هو الخصم لحد ما يتعب يجيب اخره، وبعدين هو يبتدي ياخد الكوره من الخصم وخلاص يجيب الجول. ارهق اللعيبه، ارهق اللعبه بدنيا. الاراده كانت عند لعيبه نادي الاهلي اكتر من لعيبه نادي الزمالك، عشان كده كسب المباراه. خلال حلقتنا النهارده بنتمنى نكون قد اسعدناكم. هنستناكم في حلقات جايه كتير. عاملين مسابقه كده صغيره، يا ريت كلكم تشاركونا. احسن كابتن جه نادي الاهلي من سنه 1907 لحد النهارده، مش بالارقام، انا بنتكلم احسن كابتن شايفينه كمدرب، شايفينه الشخصيه. وهنستنى ده في الكومنتات بتاعتكم، واكتر واحد هيجي له كومنت عليه او لايك هنزل اسمه في الحلقه الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.